بص، هو السؤال ذكي، بس هو ما ينفعش يتسأل كده بشكل مجرد. هو الموضوع مرتبط بحاجتين. الحاجة الأولانية إن الشاشات من الاندستريز أو من الحاجات اللي بتبقى محسوب فيها جدا علشان تقدر ترخص ثمنها الشاشة دي هتستخدم في إيه. فلما تيجي تعمل ديزاين لتلفزيون، أهم حاجة تبقى الألوان فايبرنت، وتبقى الفيوينج انجل 10 على 10، تقدر تشوف التلفزيون، لأن العيلة هتلتف حول الشاشة الصغيرة تتفرج على فيلم بالليل. الموبايل يمكن انت بتحس ان شاشته احسن من الشاشات العاديه، لان هو في اليوز كيس او في الديزاين بتاعه اتس meant تو بي، او معني بيه ان هو يستخدم في ظروف اكثر قسوه من التلفزيون المنزلي. يعني لازم يبقى برايتنس عالي جدا، لان محتمل انك تستخدمه في الاوت دور او في الشمس. لازم تبقى الشاشه هاي كونتراست علشان التكست، ولما تيجي تقرا المسجات تبقى واضحه. لازم تبقى ريزوليوشن عاليه، لان شاشه الموبايل صغيره جدا، فلما تيجي تتفرج على فيلم لو ريزوليوشن كمان واطيه او فيديو على اليوتيوب، الدنيا مش تبقى الطف حاجه. وفي نفس الوقت الشاشه لما تتخبط لازم تبقى قويه علشان ما تتكسرش بسهوله. اليوز كيس بتاعها طف، والحقيقه ان هم بياخدوا الحاجات دي في الاعتبار على قد ما يقدروا. ومع هذا الكلام شاشه الموبايل ارخص. هتقولي لا، ده شاشه الموبايل اغلى. هي اغلى، هي اغلى بس ارخص لان حجمها صغير. طب في شاشات بقى مثلا بتتعمل تبقى بالكواليتي بتاعت شاشه الموبايل. بص، هو ممكن تبقى احسن كمان من الكواليتي بتاع شاشه الموبايل، بس مش واخدين في اعتبارها انها ممكن تتخبط زي الموبايل. فاستخدام التامبرد جلاس او الماتيريالز اللي في شاشه الموبايل، لا ده صعب تلاقيه بره. فدي عندك حق فيها. لكن ان الشاشه تبقى بالبرايتنس بتاع شاشه الموبايل وبالكالر ريبرودكشن بتاع شاشه الموبايل فيه، بس هتبقى شاشه غاليه قوي، يعني اغلى من الموبايل، او اغلى من موبايلين، او اغلى من 3 ايفونات مع بعض. هتبقى غاليه قوي، يعني تتكلم في 15000 دولار وكلام من ده. وقارنها بقى دي يا باشا بالموبايل بس غالبا مش هتنفع تستخدمها، لانها هتبقى شاشه بروفيشنال، مش هتدي لك البيست فيوينج اكسبيرينس من اوت اوف ذا بوكس. لازم تظبط السيتنج. يعني انا هتفرج على نظام الوان ريك 709 على جاما 2.2، لازم تظبطها لان هي كيبل انها تعرض كالر رينجز ثانيه، فاهمني؟ فده هيبقى ايه من الناحيه الثانيه عيبها، لكن بيقدروا يوصلوا لها. واسوأ شاشه بتبقى شاشه الكمبيوتر، لان شاشه الكمبيوتر بيبقى الشاشات الكوميرشال بتاعت الكمبيوتر منوط بيها ان انت هتتفرج وهو متاكد انك قاعد قدامها. وكمان ما بيعملوهاش LED عشان يبقى عمرها طويل، فبتبقى معظمها LCD. فبالتالي انت لو قارنت شاشه الكمبيوتر بالذات مش التلفزيون بالموبايل، هتلاقي اسوأ نتيجه ممكنه. بس اتس meant تو بي لايك ذات عشان تبقى دي افوردبل وتقدر تشتريها وما تبصش منك بسرعه، ودي افوردبل وتقدر تشتريها وما تبصش منك بسرعه. ولو انت استخدامك حاجه مختلفه او معاك فلوس، المنتجات دي موجوده بس غاليه قوي.